بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم معنا مشاهدينا في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم لايف كلينيك. كل يوم حد دايما بيكون معانا نجم الرشاقه والنحافه والتخسيس وعالم التجميل كله الدكتور اشرف قوره، استشاري التغذيه والسمنه والنحافه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. نورنا دايما يوم الاحد. ربنا يخليك. وعايزه اقول لحضرتك ان في دايما الناس يعني مشاهدينك ومشاهدين البرنامج دايما بينتظروك يوم الاحد، واسئله كتيره جدا جدا محضرينها النهارده يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. عايزه اقول كمان ان احنا معانا فقرتنا الثانيه، هتكون تاني فقره بنتكلم فيها عن اسنان الاطفال وطرق الحمايه وايه الحاجات اللي بتصيب اسنان اطفالنا وازاي نهتم بيها ونبعدها ازاي عن التسوس وكل المشاكل اللي بتصيب اسنان اطفالنا هنتكلم فيها في الفقره الثانيه. وهتكون معانا باستضافتنا ومنورانا الدكتوره يمنى سعيد عبد العظيم. خليكم معانا في الفقره الثانيه، وكل اللي عنده مشاكل في السنان اطفالهم يخليهم معانا ويتابعنا كمان في الفقره الثانيه ويحضروا الاسئله للفقره الثانيه. نبتدي بقى مع بعض كده. نبتدي بكمل الاسئله اللي موجود ولا نعمل كده انترودكشن تاني للحاجات اللي الناس يمكن شويه مش فاهماها اكتر. انا عايزه اقول ان احنا ما زلنا وسؤال الساعه واحدث حاجه توصل ليها الابحاث في علم شفط الدهون والتخسيس هو اللايبوليزر. تمام. اللي هو الليزر الساخن. تمام. عايزه اقول بس ان احنا برضو وسيله التواصل معانا في برنامجنا على 1480. حضروا اسئلتكم حلو اسئلتكم دي جايه شمال شويه. وانا عايزه اقول برضو لكل مشاهدينا نداء عشان نقدر نستقبل اكبر كم من التليفونات. لما تكلمونا يا ريت نوصل خالص صوت التلفزيون، واول ما تبقوا معانا على الهواء نتكلم بس من خلال التليفون عشان نقدر نتواصل بسرعه وناخد كل الناس اللي معانا، لان دايما في ناس بتبقى زعلانه ما بنقدرش ناخد كم التليفونات اللي المفروض ناخده. خلينا الاول نشرح اللايبوليزر اكتر، لان عندنا اسئله كتير في ازاي وهل هي مؤلمه ولا لا. طب وانا هقدر اخس كام كيلو والنتيجه بتبان في قد ايه. وعايزه اقول طبعا احنا عصر السرعه وكل الناس عايزه تخس بسرعه جدا. تمام. والاسئله كمان الاكتر واكتر في بعض السيدات انا مش فاهمه، يعني انا حتى بقول لهم انا حتى مش مقتنعه، بس هم اسئلتهم اللي هي مثلا عندها المنطقه دي وعندها المنطقه دي وعندها المنطقه دي، فعايز تعملها كلها في جلسه واحده. تمام. فكل الاسئله دي برضو ومع التليفونات الاسئله اللي هم عايزين يسالوها نشرح شويه اكتر اللايبوليزر. طيب احنا اللايبوليزر ايمان احنا كنا قلنا انه كخطه عامه الطبيب المختص بيعملها للحاله بتاعته. بتتضمن الخطه دي بطبيعه الحال انه كتير جدا من الناس بيبقى عندهم مشكله في تراكم الدهون موضعيا في مكان بعينه، زي مثلا منطقه البطن زي ما حضرتك قلتي، او محيط دايره الفخذين هم اللي فيهم مشكله، او الدراع. اللايبوليزر وسيله من الوسائل المساعده اللي هي دايما الطبيب المختص بيحاول يوجه ليها فئتين او 3 فئات من الناس. الناس اللي دايما مشوارهم طويل زياده عن اللزوم وبيبقى قلقان عليهم ان هم ما يكملوش كامل المطلوب منهم من الوزن لحد ما يوصلوا قصدي للوزن المثالي، فبنختصر عليهم الفتره الزمنيه. الناس اللي عندها دايما مشكله ان الدهون اللي في المكان ده عنيده كتير، يعني تقول لك انا طول عمري بعمل رجيم بخس من كل جسمي ما عدا المكان ده، دايما أيوة. هي حافظه انه المنطقه دي ما بتنزلش بسهوله، ودي فعلا حقيقه. يعني طبعا. في ناس بتعمل دايت كتير جدا وتلاقي منطقه البطن ما بتنزلش خالص، منطقه الارداف كمان طبعا على وجه الخصوص. يعني منطقه الارداف تلاقي البنت عامله دايت بقى لها 2-3 شهور وبتموت، يعني دايت عنيف جدا ووشها يخس ويبقى بيل جدا، والناس كلها تقول لها انت مالك شكلك وحش كده ليه، وجلدها وشعرها يقع، وبرده منطقه الارداف هي طبعا. فهل ده اللايبوليزر اخترعوه عشان السمنه الموضعيه دي الاماكن اللي ما بتنزلش ابدا بالدايت؟ طيب انا بس انت قلتي نقطه مهمه قوي لازم نوضحها للناس، انه تراكم الدهون العنيده في مكان معين لازم الاول ننفي اي سبب من اسباب ان هي تكون فيها شبهه اي لخبطه هرمونيه او تكون سمنه مرضيه. لو الطبيب المختص قرر ان دي مش سمنه مرضيه وانه المكان ده فيه تراكم للدهون زيه زي بقيه الجسم، بس مقاومه الدهون في المكان ده اكتر من بقيه الجسم، فبيتم ان هو ياخد قرار انه لازم نستخدم وسيله من الوسائل المساعده لاذابه الدهون في المكان ده. زي ما قلنا لو احنا بنتكلم على حد يعني مشواره شويه محتاج طولة بال، فبنفضل مباشره ندخله على اللايبوليزر. حته انه يعني اعمل مكان 1 أو 2 أو 3 في نفس الجلسه دي ما فيش منها مشكله خالص، في ناس كتير قوي بتطلب كده، بس المهم يكون القرار ده ما بياخدوش الحاله الواحده، يعني لازم كمان الدكتور يكون موافق على كده، لانه انت عارفه ساعات كتير جدا في ناس لما الكتله بتاعت الدهون بتنزل مره واحده وبكميات كبيره ومن كذا مكان بيحصل ان هم بيجهدوا شويه. هي صحيح الجلسه نفسها بتاخد 30 ل 40 دقيقه وقت،
وصحيح احنا ما بنستخدمش بنج كامل في الموضوع، بيبقى بنج موضعي بسيط. وصحيح برضو انه ما فيش عندنا اي احساس بالالم بنحسه، انما في الاخر بيبقى لازم نحترم ان الكتله الصلبه بتاعه الدهون لما بتقل من الجسم لازم تاخد شكل تدريجي علشان ما يحصلش رد فعل عكسي للجسم ويبقى عايز يعوض حتى لو جزء بسيط من الدهون اللي شلناها دي. طيب ام احمد كانت بعتها لنا على الايميل الخاص بالبرنامج، وكانت بتسال بتقول طيب يعني انا اقدر بعد ما اعمل اللايبوليزر لو ينزل مثلا البنطلون مثلا قياسين 3 في نفس الجلسه، يعني هي تخلص الجلسه هي عايزه تطمن، يعني هتجيب معاها بنطلون جينز تاني، فهي بعد ما تخلص الجلسه وشفت مثلا منطقه البطن، هل تقدر تلبس القياس اللي اقل من قياسها درجتين 3 في نفس اللحظه ولا ياخد وقت؟ طيب هو في نفس اللحظه هي بتبقى قلت حوالي من 6 ل 12 سم على حسب محيط دايره البطن لو بنتكلم على منطقه الوسط يعني. في نفس الاسبوع بتنزل من اول 3 لحد 8 10 كيلو على حسب احنا شفطنا قد ايه من الدهون السائله دي. الحقيقه احنا بنقول مجازا ان هي دهون سائله. هي اللايبوليزر فكرته بتعتمد على ان احنا بيتم تحويل الكتله الصلبه بتاعه الدهون لكتله سائله، وبعد كده بنشفط 30 ل 50% فورا من الدهون اللي موجوده في المكان ده. ال 50% الباقيه احنا بنبقى سايبينها في المكان ده في صوره سائله، فعن طريق البول والبراز بتتصرف وتخرج بره الجسم تماما في خلال من اسبوعين ل6 اسابيع. يعني نقدر نقول نتيجه في نفس الوقت، بس النتيجه الاكبر والفعاله اكتر بعد اسبوع او 10 ايام بالظبط، على بال ما الكتله اللي هي الدهنيه حضرتك السائله دي تبتدي تنزل مع الجسم. بالظبط. طيب هي الجلسه في اثناء الجلسه، انا شفت حضرتك الفيديو قبل كده اللي عرضناه، هي بتبقى كتله صلبه، يعني الدهون دي بتبقى عامله زي حيز كده بين الجلد وما بين ده صحيح. حضرتك بس بتدوب الدهون بس وبتشفطها في نفس الوقت. بالظبط. وبنسيب بقى شويه بينزلوا خلال اسبوع او 10 ايام. بالظبط. هو بصي يا مان، هي الفكره ببساطه دي بتبقى زي سرنجه طويله بتدخل تحت الجلد، مكان دخولها في الجلد زي مكان فتحه خرم لا يتعدى نص سنتي. كتير جدا المكان ده بعد ما بنخلص بنقفله ببلاستر جروح او بنقفله بحاجه اسمها غرزه تجميليه. غرزه تجميليه دي احنا لو حاولنا ندور عليها بعينينا بعد اسبوعين ما بنلاقيش مكانها موجود. السرنجه اللي تحت الجلد دي هي اللي بيطلع منها شعاع الليزر اللي بيحول الكتله الصلبه زي ما قلنا لكتله سائله. بعد كده بيحصل انه لما بنشفط 30 ل 50% من الدهون اللي موجوده في المكان ده، بيبقى الهدف انه بنحسس الجسم ان معدل الكتله بتاعه الدهون نسبيا في المكان ده ابتدت تقل. بيتحط الجسم بعد كده على نظام غذائي محكم، وده وظيفه الدكتور بتاع التغذيه بعدها. ان هو الحاله لازم تكون ماشيه على تنظيم غذائي مظبوط. التنظيم الغذائي ده هدفه حاجه واحده، انه ما ينفعش الجسم يكون بيتخلص من جزء كبير من الدهون القديمه، وفي نفس الوقت ممكن نكون بناكل بطريقه غلط فتجبر الجسم ان هو يبني دهون جديده. ده اللي بيعمل برجله، او مش خلينا نقول بيعمل تاخير لظهور كامل النتيجه. في ناس فعلا في خلال اول اسبوع او اسبوعين بتبقى خلصت كل اللي مطلوب منها، وفي ناس بتطول جدا لدرجه ان هي بتدخل في 6 و8 اسابيع بعد الجلسه دي. اللي بيفرق في سرعه ظهور النتيجه هو تنظيم الاكل اللي بيتاكل، وتنظيم معدل شرب الميه اللي بيتشرب بعدها. انه في حد بيلعب رياضه شويه وبيتمشى اكتر، في حد بيقدر يكون منظم في اللي داخل واللي خارج من الطاقه عن طريق الغذاء بتاعه. على ان يمكن الناس مثلا لو راحت عملت جلسه اللايبوليزر بيبقى بيتهيأ لها ان هي خلاص تقدر تاكل براحتها بعد كده، لان كل نسبه الدهون كلها اللي هي بتشتكي منها راحت. تمام. في جلسه. تمام. يعني هي مثابه السحر، يعني ان انا اروح فجأة ادوس على الزرار اعمل جلسه كرش مثلا للرجاله مخصوص. يمكن شكوى الرجاله دايما معانا هي منطقه البطن او ما يسمى بالكرش. سيدات الارداف اللي دايما يعني فرق قياسين 3 في اي قياس بتلبسه. حتى برضو منطقه اللي هو فوق الجناب، ما اعرفش اللي هي زي اسمها لاف هاندلز، اللي هم الوسط من جناب البطن يعني بنسميها، او اللاف اسمها ايه، بس دايما احنا يمكن ما ابتديناش نشتكي منها حتى في مصر غير لما الموضه ابتدت تدخل علينا من بره البنطلونات اللو ويست. يعني كان دايما البنطلون لفوق والوسط ممسوك، لكن اللو ويست ده دلوقتي. فتفتكر حتى طريقه اللبس بتفرق في تراكم الدهون في الجسم؟ طبعا مع الوقت طبعا لازم يحصل ده، لانه هي الدهون دي هي احنا بنسميها ان هي دهون صلبه، بس هي بتبقى بيقدر الجسم ينقل الدهون من مكان للتاني على حسب. يعني لو في مكان انا دايما بضغط عليه بالحزام بتاع البنطلون مثلا، ده مع الوقت وطول المده
بيبتدي يعمل تانية في المكان ده. أيوة. علشان الدهون بتهرب من المكان اللي فيه الكومبريشن، فيه الضغط ده على جنابه، فبتعمل التانية دي. والحقيقه وده سبب ان احنا دايما بنحذر الناس، انه خصوصا الستات، ان هم بيستسهلوا ان هم يلبسوا كرسيهات او بيلبسوا حاجه زي مشد تحت السواريهات والكلام، عشان بس شكل الجسم يبقى لطيف في الهدوم الضيقه شويه. هو ده لو بيتلبس في خلال ساعه او ساعتين مفيش مشكله، بس سوء استخدامه انه على طول ال 24 ساعه انا لابسه لمجرد اني ادي شكل لطيف لجسمي مش مظبوط، لان ده بيخلي الدهون يحصل فيها ان هي تتغير من مكانها. والمشكله الثانيه ان هو بيفقد العضله بتاعه الجسم التون بتاعها، يعني بعدها تشتكي الست دي من ان هي جسمها مترهل زياده، او بيطرى او بقى اطرى من ما كانت هي متعوده عليه. يعني السيدات اللي بتلبس كورساج طول الوقت، لان فعلا انا اعرف ناس اللي بس هي بتتخيل ان هي كده بتشد الجسم، تمام، ان ما بتديش فرصه للدهون او بتديش فرصه لحاجه ان هي تتراكم، لكن حضرتك بتثبت العكس، ان لا بالزبط. ده كده الجسم بيترهل اكتر. بالظبط، لانه انت بتشيلي لما باستمرار تبقي حاطه حاجه هي اللي بتشد المحيط دايره الجسم، فبتشيلي العبء بتاع الشده ده من على عضلاتك الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها. هو الصح ان احنا ما نسيبش العضله تتخلى عن الوظيفه دي، وهو ده سبب انه دايما بنقول اي قدر من المجهود العضلي البسيط في شكل رياضه، حتى لو كانت تمرينات ايروبكس بسيطه او تمرينات سويدي بسيطه نعملها في البيت، احسن من ما فيش. ده باستمرار بيدي نضاره للعضلات بتاعت جسمنا، يعني بتخليها دايما في حاله شد تون عالي، مش مرخيه باستمرار. يمكن قعده المكاتب وقعده العربيات واللايف ستايل اللي دايما فيه راحه كتير، ده شجع كل الناس ان هي دايما موضوع الحركه او الرياضه بشكل عام يبقى دايما في تقصير مننا الحقيقه. هو يمكن يعني احنا بقالنا سنين بننادي بالرياضه، وبقالنا سنين بنقول ان احنا ما بقناش نتحرك زي زمان، ونرجع بعد كده نقول طب الله، ما زمان اهالينا كانوا بياكلوا سمنه بلدي وكانوا بياكلوا كل حاجه والبط والوز والحاجات دي كلها، وما كانش بيحصل لهم لا كوليسترول ولا ضغط دم مرتفع ولا منخفض. لان بس لو فكرنا في اللايف ستايل اللي هم كانوا عايشينها، كان بينزل فلاح الارض وكان بيشتغل طول النهار وكان بينام بدري وكان بيصحى بدري، والست برضو في البيت كانت بتشتغل طول الوقت وبتنظف وبتخبز وبتطحن الحبوب. يعني اقصد يعني فعلا هم كانوا بياكلوا كل حاجه، بس في نفس الوقت كانوا بيعملوا كل حاجه. تمام. يعني احنا بناكل وما بنعملش حاجه، ما يعني بالزبط. او حتى لو بنشتغل اغلبها اعمال مكتبيه، اعمال ثابته، يعني نادرا طبعا اللي هم هتلاقي صحتهم كويسه اللي هم بيجروا وبيلعبوا رياضه يعني. بالظبط، هي بس اللي بيحصل ان التطور في العيشه بتاعتنا، سواء كان في العربيات والاسانسيرات وكل التطور اللي هي بنسميها وسائل الراحه، كل ما بتزيد كل ما قله الحركه او يعني اللي احنا نستخدم عضلات جسمنا. طب نشوف سوهاج اخبار الحركه فيها ايه. نشوف سوهاج. الو هيام. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هيام؟ كويسه الحمد لله. حضرتك مدام متزوجه صح؟ ايوه. طيب اتفضلي حضرتك، ايه مشكلتك؟ مشكلتي عندي دخونه في الارداف. في الارداف، يمكن نفس المشكله اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. طب عملتي نظام دايت؟ عملتي رجيم قبل كده؟ لا والله ما عملتش رجيم قبل كده. طيب حابه تسالي ايه مباشره الدكتور اشرف؟ يعني حابه تسالي عن ايه بالظبط؟ على اللايبوليزر ولا بالونه المعده ولا ايه؟ انا عملت ولا حاجه قبل كده خالص. ما عملتيش حاجه خالص؟ لا بس انا نفسي مفتوحه للاكل على طول، عاوزه اكل. ليه بس كده يا هيام؟ ما بتشتغليش؟ لا والله بشتغل، بس مش شغل كتير، يعني شغل صغير شويه. زي ما كنا بنقول يعني ما بقناش زي زمان. طيب هيام، انا عايزه بس الاهم حاجه اعرفها، الدكتور اشرف بيسالك طولك قد ايه ووزنك قد ايه؟ انا وزني 85. 85 والطول 120 سم. 120 سم يعني ايه 120؟ لا اكتر شويه. يعني مش فاهمه. لا ما اظنش ان هو 120. يعني الطول 120. طيب تمام ماشي. طب يعني انت قصيره ولا انت مش عارفه طولك؟ طيب هي انا بيتهيألي ان هي اصل عادي مش عيب يعني، بس ممكن تكون هي مش بتقول غلط. ما ينفعش تبقى 120، لانه 120 ده يعني هيبقى حاله قزامه او يعني قزم. طب والوزن ماشي مع الوزن يعني باين ان هو في وزن زياده، بنتكلم يعني لو هي مثلا في الرينج بتاع 160 150 سم
فده معناه ان احنا بنتكلم على مش اقل من 20 كيلو زياده، ممكن يكونوا اكتر كمان من 20 ل 30 كيلو. هي طبعا هي واضح ان هي حددت برضو، هي شخصت نفسها ان هي عندها مشكله في الشهيه، مش عارفه تعمل كنترول على شهيتها كمان. يعني هي انا ببقى مبسوطه اللي بيبقى عارف مشكلته، يعني هي عارفه يعني ان هي بتاكل. حددت، هي اشتكت الشكوى وقالت انا يعني باب الحل انه عايزه حاجه تقفل شهيتي. طبعا حاجه و20 كيلو ينزلوا من الوزن، ولو هي شايفه انه محيط دايره الفخذ او الارداف زي ما هي وصفت بالظبط في عندها تراكم موضعي للدهون في الجسم، فزي ما كنا بنقول من شويه انه في عندنا هدفين. الهدف الاولاني ان احنا عايزين ننزل للوزن المثالي، عايزين ننزل حوالي من 20 ل 30 كيلو، وفي نفس الوقت هيبقى في مرحله لازم نعمل فيها تفتيت موضعي للدهون اللي موجود عندها في منطقه الارداف. من ناحيه الشهيه فممكن يا هيام انا بنصحك بس ان انت تبقي ماشيه مع دكتور مختص عشان يقدر يوجهك ايه الحاجه اللي ممكن تستخدميها من الحاجات اللي هي تكون طبيعيه اكتر، ينفع تعمل كنترول على شهيتك كويس. واعتقد كمان في ادويه ان هي تقفل الشهيه، يعني بالظبط، تضيع المشكله دي خالص. بس طبعا لازم الكلام ده يكون تحت اشراف حد من الاطباء المختصين. اكيد عندك ان شاء الله دكاتره كويسين تقدري تبقي ماشيه معاهم، واذا كان في امكانيه ان انت تستخدمي حاجه زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللايبوليزر لتفتيت الدهون اللي موجوده في منطقه الارداف، فده هيوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا ان شاء الله. طيب احنا كانت معانا كمان رانيا من اسكندريه بس انتظرت كتير. كانت هيام بتتكلم. رانيا كانت بتسال على بالونه المعده. انا بتاسف يا رانيا وكلمينا مره ثانيه. بالونه المعده، هي بتقول ان الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن بالونه المعده ان دي لا تدخل جراحي ولا، بس قبل ما انا اقول احنا معانا تليفون يا نسمه. طيب قبل ما انا حنان، طيب عشان نبقى ناخد حنان ورانيا. الو حنان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي يا حنان. بتكلمينا منين؟ من اسكندريه. من اسكندريه. اهلا بكل اهل اسكندريه، اتفضلي. الله يكرمك. انا سمعت عن اللي هي حاجه كده بتدخل في المعده، البالونه، وتتساب لمده 6 شهور. يقولوا بنخس فيها من حوالي 20 كيلو ل 60 كيلو. دي بالونه المعده يا حنان. ايوه البالونه. عايزه اسال بقى، هل البالونه دي لما بتتشال مش مكانها بيبقى مش مكانها بيبقى عامل يدي للمعده حجم كبير بحيث ان هي لما تتشال تاني الحجم يبقى كبير، حجم المعده كبير تاكل تاني؟ حلو السؤال ده على فكره، لان ده سؤال جديد. عارفه يا حنان كان دايما اغلبيه الاسئله يقول لك طيب لو انا مثلا شربت حاجه سخنه هل تبوظ البالونه؟ طيب لو انا مثلا اتخبطت ما اعرفش ايه. يعني دايما كل الناس ايه بتسال ايه المخاوف من البالونه، بس ده برضو سؤال جديد ويعني وحلو ان احنا برضو نساله. طب عندك سؤال تاني؟ لا هو ده اللي انا عايز اسال عليه. طيب شكرا يا حنان. انت بس زياده كام كيلو عشان نعرف؟ يعني انت حابه تركبي البالونه وخايفه بس من الاحساس؟ انا خايفه مكان المعده هيتملى بالبالونه وبعد ما تتشال. طيب انت طولك قد ايه وزنك قد ايه يا حنان؟ انا طولي حوالي 165 ووزني 100. 165 وسن كام سنه؟ عندي 40 سنه. 40 سنه. متجوزه صح؟ ايوه. طيب تمام، شكرا يا حنان على تليفونك وهرد عليكي. ده والله جديد يعني. فعلا هل فعلا لما بنشيل البالونه بيبقى المعده واخده نفس الحيز، يعني تفضل كبيره يعني؟ ما طيب هو الحقيقه ده سؤال يعني حلو فعلا زي ما حضرتك قلتي. لاستكمال التعريف بس بالموضوع البالونه لكل الناس، هي بالونه المعده دي يا جماعه يمكن كان العهد القديم او يعني البالونه اول ما تم اختراعها في اخر الثمانينات وبدايه التسعينات، كان في البالونه دي بتبقى مليانه نوع من انواع الغازات، كانت مليانه هواء. وبالتالي كانت فيها مشكله ان هي فعلا بعد ما بتتشال بيفضل المكان بتاعها كبير، يعني حجم المعده بيكبر في خلال ال6 شهور ده. يعني فعلا كان زمان في المشكله دي. يعني بتسيب الحجم كبير. انما التطور اللي حصل في التصنيع بتاع البالونه حاجتين. اولا هي بقت تتصنع من ماده
حاجه شبه السيليكون الطبي، فبالتالي ملهاش اي تفاعلات مع الجسم تماما. حتى لو قعدت اكتر من 6 شهور ما فيش مشكله منها، يعني مفيش غازات بتطلع منها، مفيش خالص. اي حاجه خالص. بس النقطه الثانيه ان هي ما بقتش مليانه غازات، هي بتبقى مليانه محلول ملحي معقم، يعني مليانه سائل، وبالتالي السائل ده بيخليها لينه، فيها طواعيه ان هي تتغير على حسب حجم المعده. وبالتالي لما المعده نكون جعانين بتبقى متمدده شويه، اول ما نبتدي ناكل تنكمش سنه صغيره، وكيس المعده ربنا خلقه للتمدد والانكماش على حسب ما بنعوده. وبالتالي في خلال ال6 شهور دول اللي عايزه اوصله لمدام حنان، هي دلوقتي وزنها 100 مثلا، لو اتكلمنا على الحاله بتاعتها المفروض ان هي في عندها خلينا نقول مثلا 30 كيلو زياده، وزي ما هي وصل لها من المعلومات هي فعلا بتنزل تقريبا من 20 كيلو، من 15 20 اب تو لحد 60 كيلو. في ناس شفناهم عدوا كمان رقم 60 كيلو في خلال 6 شهور. يعني ممكن لو ركبنا بالونه المعده نخس 60 كيلو من 15 ل 60 في 6 شهور، في خلال 6 شهور. بس ده يتوقف يعني هل مثلا يعني ده لو 140 150 كيلو مثلا بالظبط. احنا يعني يعني سؤالك مظبوط، لان هو احنا لما بنقول 60 كيلو ما بنقصدش على حد مثلا وزنه 80 كيلو. يعني ايوه ما بقاش 80 90 كيلو مثلا، لا ده حد بقى سمنه مرضيه. بالظبط. دخلنا في ال 150 كيلو حاجه كده. بالظبط. او خلينا علشان الناس تبقى فهمانه بنقول ان احنا بنستغنى عن حوالي من 10 ل 30% من الوزن الزايد لاي حد عنده وزن زايد. يعني لو واحده مثلا عندها 15 كيلو مضايقه، لو مدام حنان مثلا، لو اتكلمنا على الحاله بتاعت مدام حنان اللي سالت السؤال، هي وزنها 100 والمفروض ان طولها 165، فاحنا بنتكلم ان هي عايزينها ما تبقاش فوق 70، من 70 ل 75 ماكسيمم، فبنتكلم لها على حوالي من 25 ل 30 كيلو. تمام. دول في خلال ال6 شهور سهل جدا ان هم ينزلوا. هي الفكره كلها انه بالونه المعده هي من الحاجات اللي بتشيل عبء من على الحاله، انه عبء بقى زي اللي كلمتنا اللي قالت انا باكل طول الوقت. بالظبط. كانت هيام بالظبط. يعني عبء ان مش هيبقى فيه شهيه، يعني انا ممتلئه، يعني طول الوقت انا حاسه بامتلاء في معدتي. بالظبط. صح كده؟ انا ببقى حاسس اني طب ناخد مدام عزه. ناخد مدام عزه. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مدام عزه. انا اصلا عندي بطني اكبر من اللازم، ورحت للدكتور بتاع السمنه فقال لي لا هو مش سمنه اصلا، هو دكتور تجميل. وقال لي إن مش هينفع فيها عمليه شفط دهون وكده، هينزل حاجات بسيطه خالص. فعايزه اعرف، هو طبعا كان وضح من طريقه السرنجه وكده، بس قال لي ان في علامه هتبان في بطني زرقان، ألم طبعا بعد العمليه، بس هيبقى فتره طويله. فانا عايزه اعرف هي دي اساسا بيبقى تدخلات بعديها ولا لا؟ يعني لازم استخدم كرسي بعديها؟ طيب انا بس عايزه اعرف يا مدام عزه، ما اعرفش دكتور وصل لك المعلومه ولا؟ وصلني المعلومه. يعني هي بتسال على اللايبوليزر ولا على عمليه شفط الدهون؟ هي توصف لها عمليه شفط الدهون طبعا، وعشان كده هي قلقانه من الالم والزرقان والكرسي لفترات طويله. طيب تمام. بس وبعدين حضرتك كمان الدكتور قال لي هو انا هشيل من الدهون جزء من فوق، يعني بما معنى انا مش عارفه كويس المعنى، من فوق جزء ومن تحت جزء، وبخلي نسبه من الدهون حوالين البطن. تمام. عايزه اعرف دي بيعمل ترهلات؟ تمام. طيب شكرا على تليفونك يا عزه، ميرسي جدا وخليكي معانا متابعين. طيب هنجاوب على مدام عزه، بس خلينا الاول نكمل الاجابه بتاعت مدام حنان. فكنا قلنا انه البالونه الامريكاني الجديده اللي احنا بنستخدمها دلوقتي هي حاجه بتخلي المعده تصغر بعد ال6 شهور. خلال ال6 شهور دول بيبقى هي محطوطه على جدول غذائي مظبوط. بتلاحظ يعني حوالي فوق ال 97%، دي الدراسه الاخيره اللي اتعملت، ان فوق ال 97% من الناس اللي بيبقوا مركبين البالونه على 6 شهور بيبقى اتغيروا سلوكيا. يعني ما بيبقوش قادرين يتعاملوا مع الاكل بنفس المنطق والاسلوب اللي كانوا متعودين عليه قبل كده. فبالتالي الكم والكيف بتاع الاكل بيبقى اتغير، لانه خلال ال6 شهور انت لو حاولتي تتعاملي مع الاكل كنوع زي ما كنتي متعوده مش هتقدري. لو حاولتي تتعاملي مع الاكل ككم زي ما كنتي متعوده مش هتقدري. لو الواحد لو عي اسبوع بتلاقيه لوحده بعد الاسبوع خس وما بياكلش. بالظبط. يعني بالظبط. فهي الفكره انه احنا شلنا من على حضرتك عبء الالتزام لفتره 6 شهور، وعاده ما فيش حد بيعرف يبقى ملتزم فتره ال6 شهور كامله. وفي نفس الوقت سهلنا عليكي انه ما بقاش الحرمان من كل انواع الاكل، لان العذاب. يعني بيبقى فيه العذاب يعني شويه يعني سهوله وليونه في يعني الناس تبقى شايفه قدامها الاكل مش قادره تاكل، ده احساس صعب جدا. يعني روشيتا ممكن نوصفها
بجد بتبقى سهل، لكن تطبيقها صعب. ده صحيح. يعني صعب ان الواحد يفضل طول الوقت حارم نفسه من كل الحاجات اللي بيحب ياكلها، حارم نفسه يروح مثلا مناسبات، افراح، اعياد. يعني انا شفت ده يعني. ده صحيح، بس يعني يمكن الناس اللي بيركبوا البالونه ميزتنا في ميزه الموضوع، يعني انه بنقدر نسمح لهم ان هم ياخدوا حاجه من السكريات صغيره، ياخدوا حاجه من النشويات صغيره، لانه لما بنسيبهم ياخدوا الكلام ده ما بيقدروا ياخدوا كميه كبيره، وهي الميزه في كده. انما ما بيبقاش الحرمان مطلق في الكم والكيف، يعني بنقدر يكون الموضوع اسهل عليهم شويه. يعني نقدر نقول ان بالونه المعده دي امنه تماما 100%، بتدخل المعده وبتخرج من المعده، ما بتسيبش اي اثار. المعده ما بتكبرش بعديها، مفيش اي غازات جوه المعده. تمام. ما بتاثرش على الجهاز الهضمي ولا على جهاز التنفس ولا اي حاجه. تمام بالظبط. انا بقول بس كل الاسئله اللي اتسالت لنا على الويب سايت ده اختصار اللي كنا بنقوله في الفتره في الحلقات كمان اللي فاتت، بس هي كده فعلا. احنا بنتكلم على حاجه امنه ما فيهاش اي مشاكل صحيه، بالعكس هي بتعالج مشاكل صحيه كتير بمجرد ان هي بتشيل العبء من على الجسم في الوزن الزايد، وفي نفس الوقت بتتعمل بحاجه ما فيهاش بنج. بتاخد 3 ل 5 دقائق، ما فيش اقامه في مستشفى بعدها مباشره. ما فيش مصاريف مستشفى، فتح غرفه العمليات وغلق غرفه العمليات والخيط المصاحب لغرفه العمليات. الواحد بيشوف حاجات غريبه الجانب الاستثماري في الموضوع بيبقى شويه مش موجود الحمد لله. طيب انا عايزه اقول السؤال الثاني اللي هو ايه بقى بتاع مدام عزه، اللي هو كان بتتكلم على موضوع شفط الدهون. هو يعني طبعا لما قعدت مع جراح التجميل هو واضح ان عرض عليها شفط الدهون الجراحي وفي نفس الوقت تعمل شد للبطن، وده الحقيقه مدام عزه بيبقى فيه استخدام للمشرط، ودي بتبقى عمليه جراحيه، ودي حاجه لازم لها يعني يا اما بنج نصفي يا اما بنج كامل. لازم لها اقامه في المستشفى مش اقل من 3-4 ايام، لازم لها ان انت تلبسي كرسي مش اقل من 6 اسابيع، من 6 ل 8 اسابيع على الاقل، في ناس بيقعدوا ل3 شهور. طب اذا كانت هي خايفه اصلا من الترهلات، وحضرتك كنت لسه حالا بتقول ان الكورساج بيجيب ترهلات. لا بس هو يعني الكرسي بيتلبس بعد شفط الدهون الجراحي لان ده ضروره لازم. بس ده بشكل مؤقت. احنا بنتكلم انه بلاش يكون طول العمر عادتي ان انا دايما بلبس الكرسي قبل. طب ولما تشيل الكرسي هيبقى فيه ترهلات في الجسم؟ بالنسبه للناس اللي بنعمل لهم شفط الدهون بالليزر ما بنحتاجش ان احنا نلبس الكرسي اكتر من اسبوع. ده بيبقى كافي جدا، وهو ده اللي عايز اوصله لمدام عزه، انه الفرق بين شفط الدهون الجراحي وشفط الدهون بالليزر ان شفط الدهون بالليزر هو بيساعد انه اساسا الدهون اللي بنبقى عايزين نخرجها بره جسمك هي بتبقى اتحولت لصوره سائله، وبالتالي مفيش داعي لتكسير الدهون ميكانيكيا بطريقه شفط الدهون الجراحي. وفي نفس الوقت اذا كان في شويه حمار وزرقان على سطح الجلد، ده بطبيعه الحال لازم يكون موجود اول اسبوع، بس ما بيقعدش فتره طويله. يعني هي برضو الميزه ان احنا بنتكلم ان التغييرات دي كلها بتنحصر بعد اول اسبوع. تمام. وفي نفس الوقت شفط الدهون بالليزر مثله ان هو تاثير شعاع الليزر نفسه على الجلد او على بطانه الجلد ان هو بيشد الترهل، فما بيبقاش عندنا خوف انه يحصل ان الجسم يبقى واقع او متهدل او مترهل زياده بعدها. طبعا بننصح كل الناس ان هم يكون ليهم شويه تمارين بتاعه البطن، مثلا لو اتكلمنا على منطقه البطن بنكتب على كريمات بسيطه جدا لتغذيه البشره خارجيا علشان تساعد في الشده اللي بتحصل ليه. وفي كريمات يا دكتور اشرف اصلا للترهلات والسلوليت اللي بتاع الجلد، ولا برضو لسه ما توصلوش لحاجه؟ الحقيقه في طبعا مجموعه مش قليله، وانت عارفه التصنيع الدوائي شويه من وقت للتاني بيحصل فيه تطور، التطور ده مش سريع قوي، بس الحقيقه هو بيساعد. يمكن ما بنعتمدش عليهم لوحدهم لان هم لوحدهم مش هيجيبوا نتيجه، بس نقدر نحطها جنب حاجه تانية تعمل فرق احسن واحسن. طيب اخر تليفون معانا الهام من اسكندريه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام الهام؟ ازي حضرتك؟ ازيك؟ ميرسي على البرنامج الجميل ده، وكنت عايزه بس ربنا يخليكي يا رب، وكل اهل اسكندريه كده دايما متابعينا. طبعا. الاجواء عندكم في اسكندريه ايه؟ تمام؟ استقرت شويه؟ الحمد لله كل حاجه ماشيه تمام زي الفل. طيب الحمد لله. اتفضلي. كنت عايزه بس اقول للدكتور انا الحمد لله وزني مناسب الى حد كبير جدا مع طولي، انا 155 ووزني حوالي 55، بس عندي مشكله ان في بطن، انا عندي 45 سنه على فكره. تمام. طيب ما شاء الله، بس الاول تاتش وود ان الوزن تمام مع الطول وكل حاجه. برافو عليكي طبعا. هي بطن مش كبيره قوي بس مضايقاني. الحته اللي هي دايما تلاقي البنطلون كده يعني مش مظبوطه. ايوه فانا كنت عايزه اعمل ميزوثيرابي، فبسال الدكتور هل دي بالنسبه لي كويسه؟ تمام. طيب يعني سؤال على الميزوثيرابي. ايوه. اوكي ميرسي يا فندم جدا، خليكي معانا. شكرا يا فندم.
يعني طبعا الميزوثيرابي هو من الوسائل اللي بنستخدمها في تفتيت الدهون موضعيا. يمكن لحد سنه مثلا 2008 2009 كانت الميزوثيرابي كان هو اكتر حاجه بتستخدم، وكانت عالميا كان يعني مش بس الساعة مفيش يعني حاجه غير الميزوثيرابي. كان حاجه الميزوثيرابي دي هي اللي اكثر انتشارا وتنوعت. بقى في اللي هي الحقنه بتاعت الميزوثيرابي اللي بتتاخد مره او مرتين في الاسبوع، بعد كده بقت مره كل شهر، بعد كده بقت كل 6 شهور. ودلوقتي بقى للشعر ودلوقتي بقى في منه منتجات للشعر وللبشره فعلا. هو طبعا ما فيش اي مانع ان حضرتك تستخدمي الميزوثيرابي، المهم بس ان يكون ده هو الوسيله المناسبه ليكي، لانه ما دام حضرتك وصلتي، انا بس رايي بوجهه نظري المتواضعه انه حضرتك دلوقتي عند وزن 55 وطولك 155، فانا معاكي ان انت في وزن مثالي، بس لحد دلوقتي لسه في ديفو في منطقه البطن، انا اخشى ان هي تكون دهون عنيده شويتين زياده، لدرجه ان الميزوثيرابي ممكن يكون ضعيف فيها شويه. انما في اي حال من الاحوال حضرتك ممكن تبتدي اول جلسه او اول جلستين، من اول جلستين لو لقيتي نتيجه راضياكي كملي لحد ما تخلصي الكورس كله. طب انت تنصحها بايه برضو؟ ما هو لو بعد المرحله دي لقيت ان هي الدهون بتاعه منطقه البطن عنيده قوي، او يعني مش قادره توصل للدرجه اللي هي تبقى راضيه عنها مظبوط، فيفضل برضو تتجه ناحيه اللايبوليزر، لان ده بدل ما تقعد تشكشك كل اسبوع مره ومرتين، ده مره واحده وهتبقى خلصت من المنطقه دي تماما. دكتور اشرف بجد يعني معلومات كتير واسئله كتير، بس الوقت يعني هو اللي بيلزمنا، لكن الوقت جري خلاص، الفقره لازم ننهيها. دكتور اشرف قورة استشاري التغذيه والسمنه والنحافه، بشكر حضرتك جدا. ودايما يعني بجد كل ما بشوف حاله بتخس على ايدك، وكل ما بشوف الناس مبسوطه قد ايه بجسمها بعد ما كانت عندها حاله نفسيه سيئه، وبعد ما كانت مش عارفه تعيش حياتها، قد ايه بنبسط، لان حضرتك مش بتأدي بس رساله طبيه او كدكتور وعمليات وحاجات، لا بجد انا بشوف حالات انسانيه، يعني دي رساله انسانيه بجد حضرتك بتقدمها لنا. وكل الناس اللي راحوا من خلال لايف كلينيك، واللي عايزه اقوله تاني، كل الناس اللي حجزت عند الدكتور اشرف قورة، والدكتور اشرف قورة عامل سبيشال ديسكاونت لكل مشاهدين لايف كلينيك، وكمان يعني في الدخول وفي المواعيد واسبقيه الحجز، حتى اي حد يكلم يقول احنا من برنامج لايف كلينيك، فالدكتور اشرف عامل لكم يعني خصم خاص ودخول خاص. ان شاء الله ده يحصل. شكرا يا دكتور اشرف، ودايما منورنا في لايف كلينيك. شكرا يا فندم. مشاهدينا احنا ما زلنا معاكم، لكن هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن مشاكل اسنان الاطفال. يلا حضروا اسئلتكم، فاصل ونواصل.